كتير جدا بيجيلي المريض في العيادة بيسألني: دكتورة أنا باخد سكر دايت. وأحيانا مش بيسأل، هو بيقولي أنا محافظ جدا، مثلا بحاول أخس فبستعمل سكر الدايت، أو أنا مريضة سكر أو أنا مريض سكر فبستعمل سكر الدايت علشان يساعدني على الكنترول أو على التحكم في السكر. الحقيقة المحليات المصنعة دي كلها يعني حواليها لغط كتير جدا. أول ما نزلت وتوفرت في السوق كان الكلام لا والله ابعدوا عن المحليات المصنعة لأن ليها مشاكل صحية كتير. وبعدين رجع تاني كل اللي نزل في الأبحاث العلمية بعد كده والله دي المحليات دي آمنة وممكن الناس تستعملها. لكن مؤخرا لا، أصبحت كل المحليات الدايت أو سكر الدايت اللي الناس بتتكلم عنه متهمة إن هي ليها دور في موضوع مقاومة الأنسولين، حتى في زيادة الوزن، بالرغم إن الناس بتستعملها علشان تساعدها في نقص الوزن، في مشاكل الكوليسترول، حتى في التحكم في نسبة السكر في الدم. فالحقيقة بوجه عام الاعتماد على الشيء الطبيعي في كل شيء أنا شايفة إنه مهم جدا، ونبعد عن المحليات الدايت اللي حواليها كلام كتير. أنا بنصح مريض بتاعي والله أنت لو بتشرب كوباية شاي بمعلقتين سكر، السكر العادي بتاعنا، طب ما نخلي المعلقتين دي معلقة ونص، وبعدين معلقة، وبعدين نص معلقة. فيبقى إحنا هنا مش بنغير في نوع السكر اللي إحنا بنستعمله، لا، أنا بغير اللايف ستايل بتاعي، أنا بغير قدرتي على استطعام الحاجة اللي أنا بشربها وأنا باكلها، وفي النهاية ديت على المدى الطويل بتبقى أكثر فاعلية. فأنا شخصياً بميل لكل ما هو طبيعي، وبالتالي أنا المرضى بتوعي اللي معتمدين على سكر الدايت أنا بصراحة بنصحهم إن هم يبعدوا عنه نهائياً ويعتمدوا على السكر الطبيعي أو العسل أو أياً كان أسلوب التحلية، ولكن بحاجة طبيعية.